ايه هي الودائع البنكية وايه انواعها وازاي اعرف اذا كانت مناسبة ليا ولا لا؟ النهاردة هنتكلم عن منتج بنكي ناس كتير بتسمع عنه وناس كتير برضه مش فاهمة تفاصيله. منتج ممكن يحافظ على فلوسك ويكسبك عائد مضمون بس لو عرفت ازاي تستخدمه صح. ببساطة ومن غير أي تعقيد، الوديعة دي عبارة عن وسيلة بيقدمها لك البنك عشان تحقق لك حاجتين أساسيتين. أول حاجة الحفاظ على أموالك وتوفيرها، يعني بتساعدك تدخر جزء من فلوسك لفترة زمنية معينة علشان تحميها من الصرف أو الضياع. تاني حاجة الودائع بتعتبر استثمار آمن قصير أو متوسط الأجل، لأن البنك بيديلك فايدة أو عائد على المبلغ اللي ركنته عنده، وده طبعا مقابل ان البنك بيستخدم فلوسك في اعماله خلال المدة دي بقى اسمها مدة الوديعة، وفي نهايتها بيجي تاريخ الاستحقاق اللي بتسترد فيه فلوسك. طب المدة دي بتكون قد ايه؟ المدة دي حضرتك اللي بتختارها من ضمن عدة اختيارات بيحددها لك البنك على الودائع. يعني ممكن المدة تكون اسبوع او شهر او 3 شهور او 6 شهور او سنة، واحيانا بتوصل ل3 سنين و5 سنين في بعض البنوك، بس ده بالنسبة للودائع طويلة الأجل. طب نفرض إن أنت في خلال مدة الوديعة احتجت الفلوس دي لظرف طارئ، في الحالة دي هتضطر تعمل حاجة اسمها كسر الوديعة قبل نهاية مدتها، وهنا البنك بيرجع لك أصل المبلغ بتاعك، لكن غالبا بتخسر الفايدة أو جزء منها على حسب شروط البنك. نيجي للجزء الأهم، الأرباح أو العائد. العائد أو الأرباح بتاعت الوديعة بتتحسب إزاي؟ العائد بتاعك بيتحسب على حسب 3 حاجات: مبلغ الوديعة ومدة الوديعة وسعر الفايدة اللي البنك أعلن عنه وقت ربط الوديعة. والعائد أو الأرباح بيتناسب طرديا مع ال3 عناصر اللي قلناهم، يعني كل ما زادت قيمة أي عنصر فيهم بيزيد العائد أو بتزيد الأرباح. في كمان نقطة مهمة نسيت أقول لك عليها: سعر الفايدة في منه ثابت ومتغير. الثابت ده بيفضل زي ما هو طول مدة الوديعة، يعني لو 13% هيفضل 13% طول المدة. أما المتغير فده بيتغير على حسب قرار البنك المركزي كل فترة، وانت وحظك بقى يا إما يزيد أو يقل. طب مين اللي بيحدد إذا كانت الفايدة ثابتة ولا متغيرة؟ هقولك إن البنك بيدي لك عدة اختيارات على الودائع وحضرتك اللي بتختار، يعني في الآخر انت صاحب القرار. طيب لو انا ربطت وديعة، العائد بتاعها هصرفه ازاي وامتى؟ في حاجة اسمها دورية صرف العائد، ودي بتختلف على حسب نوع الوديعة اللي انت اخترتها من الاول. يعني ممكن العائد بتاعك ينزل لك يومي او كل شهر او كل 3 شهور او كل 6 شهور، وممكن كمان تستلمه اخر المدة مع اصل المبلغ. ده بالنسبة لجزئية امتى هتستلم العائد. اما بالنسبة لهستلم العائد ازاي، فالبنك بيدي لك عدة اختيارات، منها ان العائد ينزل لك في حسابك الجاري، ساعتها ممكن تسحبه في اي وقت من الكارت بتاعك، او ان حضرتك تروح تستلم العائد بتاعك من البنك اول ما بينزل، او ان العائد يتضاف على الوديعة نفسها ويتحسب عليه فايدة تاني مع اصل مبلغ الوديعة لحد نهاية المدة، ودي اسمها ودائع تراكمية او ودائع بفايدة مركبة. ولو عايز تعرف الحسابات دي بتتم ازاي، في فيديو احنا شرحنا فيه انواع الفوائد وازاي تحسب كل نوع بالتفصيل. يعني انت لو حطيت 100,000 جنيه في وديعة لمدة سنة بسعر فايدة 15% سنويا، فالعائد السنوي هيكون 15,000 جنيه، ولو بتقبض العائد شهري هيكون حوالي 1250 جنيه كل شهر. لنفرض بقى ان حضرتك حسيت ان الوديعة دي مناسبة ليك، هيجي لك سؤال تاني برضو: ايه المميزات اللي في الوديعة او ايه هي خصائصها بالظبط؟ الوديعة بتدي لك فايدة اعلى من حساب التوفير، وكل ما المدة او المبلغ يزيد العائد بيكون احسن نسبيا. تاني حاجة الوديعة بتقدم لك ضمان مالي، يعني تقدر تستخدم الوديعة كضمان تاخد بيه قرض او بطاقة ائتمان الكريدت كارد. تالت حاجة الوديعة بتوفر لك امان واستقرار. في الوديعة العائد بيكون معروف ومحدد مسبقا، وده بيخليها مناسبة لو عايز تستفيد بفائض الدخل وتحافظ عليه. رابع حاجة الوديعة بتتميز بمرونة في المدة، يعني ممكن تختار مدة قصيرة أو طويلة على حسب ظروفك.
اسأل نفسك قبل ما تربط الوديعة، أنا ممكن أستغنى عن الفلوس دي قد إيه؟ لو مدة قصيرة من أسبوع لسنة فالوديعة هتكون اختيار مناسب، لكن لو أكتر ممكن تشوف الشهادات البنكية، ودي برضو اتكلمنا عنها بالتفصيل في حلقة كاملة ممكن تبقى ترجع لها. في شوية ملاحظات مهمة لازم تعرفها قبل ما تفكر تربط وديعة. كل بنك بيعمل حد أدنى مختلف لربط الوديعة، يعني مثلا 1000 أو 5000 أو أكتر أو أقل، يعني على حسب البنك. تاني حاجة في تأمين على الودائع، بيحافظ على أموالك في حالة أي مشكلة تحصل في البنك، يعني في نظام بيحمي أموال العملاء اللي حاطين فلوسهم في البنوك لو حصلت مشكلة كبيرة للبنك نفسه زي الإفلاس أو التوقف عن العمل، والنظام ده بيبقى تحت إشراف البنك المركزي. تالت حاجة أحب أقول لك دايما اسأل على كل الشروط قبل ما تربط الوديعة، خصوصا شروط كسر الوديعة. الخلاصة إن الوديعة البنكية مش بس مكان تركن فيه فلوسك، بالعكس دي أداة مالية ممكن تخدم خطتك وتزود دخلك كمان، بس لو عرفت تستخدمها صح. لو حابين نتكلم عن أي موضوع أو نوضح نقطة معينة بخصوص الودائع أو غيرها اكتبوا لنا في التعليقات وإن شاء الله هنرد عليكم. دمتم بخير وإلى اللقاء.